بشار الاسد، حزنت كثير لسقوط حسني مبارك. هلا فاجأتني الصوره في مصر وزين العابدين بتونس. هيدي الثورات اللي عم شوفها مش ثورات، وانا طبعا ضدها. لا ما قلت هيك. هاي الثورات انا ما قلت هيك. انا اول شغلي كلهم ما بيشبهوا سوريا. انا هيك. تونس ومصر. ايه. انظمه مركبه وتفكفكت، فيهم يفكفكوها ويركبوها. سوريا موضوع ثاني. لا بس خلص انا هيك بالنسبه بدي احكي اكثر من هيك. هذا رايك؟ هذا رايي. يعني الشعب معه حق بمصر، والشعب معه حق بتونس، والشعب معه حق بليبيا. بس ما معه حق بسوريا. بسوريا لا. يعني الله يهديهم. بتقولي لا. بتقولي مي حريري أصالة وقحة وأنا لم أعد أحترمها فهي ناكرة لجميل. أنا حكيت عن أصالة. مش شاركة حدا من شرك. سألك أنا أول شغلة عن أصالة لما قلت هيك. أنا حكيت إنه لما إنسان بيكون عم بيعملوه أحسن معاملة، يعني أنا ضد الخيانة. الخيانة حتى بالصداقات. يعني اليوم الرئيس الله يرحمه الراحل حافظ الأسد وآل أسد كلهم ساعدوا أصالة بوقت كانت هي بحاجة، كان عندها يعني جسديا صحيا، وساعدوها كثير، كان عندها مشكلة كثير كبيرة بإجرها وعملوا لها كثير. يعني اليوم لهم فضل عليها. فالإنسان الواحد لما اليوم توصل فيه، اليوم وصلنا لمحل يمكن يعني ممكن الواحد يكون بحاجة لصوت، وصوت أصالة بودي. عرفت كيف؟ فاليوم رد جميل. يعني الواحد الانسان بيكون واقف حد يعني بيكون كيف بيخون الواحد الناس اللي وقفت حدي. انا هذا هو كان رايي. يعني اليوم الشعب السوري فيك تقول 80% بيموتوا بالرئيس.